اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. حبايبي من كل مكان، شرفتوني ونورتوني في فيديو النهارده يا جماعه جميل جدا جدا، فاتمنى كده من كل اخ واخت بيتفرجوا عليا جديد ينزلوا بسرعه يحطوا لايك وتشتركوا في القناه. طبعا بقى يا جماعه كده زي ما انتم شايفين دول 4 فراخ بلدي. انا كنت طبعا منضفاهم وكده. عايزه اقول لكم اصلا ما بعرفش اذبح فراخ، فخليت مامتي يعني تذبحهم وكده، وانا بيبقى عليا التنظيف دايما. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. طبعا بقى كده زي ما انتم شايفين نضفتهم، بس طبعا بقى كان في دم بقى وكده، فانا ما حبيتش ان انا اوريكم يعني المنظر ده. بعد ما خلصت بقى كده ونقعتهم كمان، جبت بقى هنا الاكياس اهوت بقى عشان اكيسهم واحطهم بقى في الفريزر. طبعا يا جماعه بنذبحهم عادي خالص، بس انا يعني جربت قبل كده ان انا اذبح لوحدي وكده، ما قدرتش يعني، ما جاليش قلب ان انا اعرف اذبح لوحدي وكده. طبعا بقى يا جماعه هنا اهوت انا بحطها بقى في ميه مغليه وكده، وبشيل الرز بتاعها، وطبعا بقى بنضفها كده من جوه ومن بره، وبخليها كده بتلمع زي ما انتوا شايفينها. طبعا دي فراخ بلدي. اختي بقى طبعا حامل وكده وولدت اهي الحمد لله قامت بالسلامه، فانا اصلا كنت منضفهم لها يعني. طبعا بقى يا جماعه بقى خلصت من هنا وحطيتهم بقى في الفريزر، وكان عندنا كده بطايه. قلت بقى اما اعملها النهارده. طبعا بقى هنا وزي ما انتوا شايفين عايزه اقول لكم ان انا بحب المرته قوي قوي بتاعه البط وبتاعه الفراخ. المرته اللي هي عباره بقى عن ايه، اللي هي عباره عن بصل وطماطم، لو في فلفل، او مثلا بنقطع الكبده والقوانص ديت كده مكعبات، وبنعمل لها برضو ايه تشويحه كده مع البصل، وبنحطها في قلب الفرخ او البط. دي المرته بقى اللي احنا بنقولها بقى. طبعا بقى يا جماعه هنا اهو نزلت بقى ايه بالبطايه بقى بتاعتي، واديتها كده تشويحه كده مع بصلتين مع طماطميتين، واحط بقى ايه شويه فلفل اسمر على شويه كمون، وهسيبها بقى تاخد وتدي كده بشكل ودي كده بقى ويا بعضها. اللي لسه محطليش اللايك يا جماعه ينزل بسرعه يحطلي اللايك. طبعا بقى كان في هنا شويه مواعين. عايزه اقول لكم ان انا في اليوم دوت غيرت كذا مره، لان طبعا نضفت ورجعت طبخت ونضفت البيت، ورجعت بقى هنا هوت بقى قلت خلاص هقعد، طلع عندي شويه مواعين كده. عايزه اقول لكم يا جماعه ان المواعين ما بتخلصش خالص خالص. انا بغسل في اليوم يجي 6-7 مرات واكتر كمان، ومش قليلين يعني، مش طبقين كده ولا حاجه، لا كتار، معرفش بيجوا منين والله. المهم كده بقى يا حبايبي، قلت بقى ايه بدل ما اسيبهم كده في الحوض، لا انا هغسلهم كده على طول يعني، مش هياخدوا معايا اي وقت خالص. هما كده كده ما كانوش كتار يعني، كانوا طبقين على معلقتين كده يعني. هشطفهم بقى كده وهوريكم بقى الجو بره عامل ازاي. عايزه لكم ان بسم الله ما شاء الله الجو بره جميل 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 بجد. انا ما بطلعش بره على طول، بس شكله حلو، لان طبعا بقى يا جماعه هم عاملين بره في الخضريه وكده، عاملين ذره، فالذره بقى طالع كده وكبير وشكله حلو قوي، وعاملين باميه، والباميه برضو طرحه، وزي ما انتوا عارفين ان الباميه الزرعه بتاعتها بتبقى كبيره شويه، فالشكل حلو قوي 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 يعني. طبعا بقى هنا اهو خالص بس شويه المواعين، وهوضب كده الدنيا جوه خالص، وبعد كده هطلع بقى اوريكم بقى كل حاجه. هنا بقى يا جماعه كان في هنا كده ازازتين، قلت برضو ايه هغسلهم وهمليهم كده من الفلتر. وخلصت بقى هنا وطلعت بقى بره كده زي ما انتوا شايفين. طبعا احنا عاملين السلم سوا، فالسلم الحمد لله لسه نضيف. جيت بقى هنا وريتكم اهو الجو عامل ازاي. طبعا هنا كنا رشين، بنرش يعني ميه قدام البيت وكده، يعني مش الجو شتي يعني ولا حاجه، لا احنا اللي رشين الميه دي، لان الجو بيبقى حر قوي، فاحنا بنرش يعني في الشارع وكده. طبعا بقى يا حبايبي زي ما انتوا شايفين اهو دي الباميه، ودي الذره. الباميه اللي هي الورقه بتاعتها كبيره دي اللي هي مدوره، الذره اللي هو طالع بقى الكبير ده. طبعا بقى دي الخضريه اللي جنبنا بتاعت خالي. اتمنى بقى كده النهارده الفيديو يكون عجبكم، وتكونوا حطيتولي لايك، والسلام عليكم.